في قلب آسيا الوسطى، هناك بعيد ورا الصحراء والجبال، في مدن اتلمعت زي الجواهر في التاريخ، بخارى وسمرقند. المدينتين اللي كانوا زمان مش مجرد أماكن، لكن عقول بتنور وأقلام بتكتب وحضارة بتترسم. في القرن التاسع الميلادي ومع ضعف الخلافة العباسية اللي كانت بتمسك زمام الدنيا، بدأ يطلع أمراء محليين كل واحد عايز يمسك أرضه ويحكم شعبه. ومن وسط الفوضى دي طلع بيت حكم فارسي الأصل، حافظ على ولاءه للإسلام والعرب، وفي نفس الوقت بنى مجد لنفسه. بيت هيتعرف بعدين باسم الدولة السمنية. السمنيين بدأوا من إمارة صغيرة، لكنهم بسرعة بقى عندهم سلطان واسع، من نهر جيحون لحد خراسان وما وراء النهر. في عزهم بخارى بقت عاصمة العلم والأدب، وسمرقند بقت مركز للتجارة والازدهار. لكن زي أي حكاية في التاريخ، ورا الصعود الكبير كان في سقوط مدوي. النهاردة هناخدكم في رحلة من أول شهرة السمنيين لحد انهيار دولتهم، من الانتصارات للخيانات، ومن نور الحضارة لظلام الانهيار. الحكاية بدأت مع راجل اسمه سمان خدات، واحد فارسي الأصل. الراجل ده كان معجب جدا بالإسلام وبالخلافة العباسية، لدرجة إنه أسلم واتسمى على اسم والي خراسان وقتها. ومن هنا بيت السمنيين خدوا مكانتهم الأولى، مش بالسيف لكن بالولاء. بعد جيلين من سمان خدات جه أحفاده الأربعة: نوح، أحمد، يحيى، وإلياس. العباسيين اللي كانوا بيدوروا وقتها على ولاء محلي في الأقاليم البعيدة كافئوا أولاد سمان وادوهم حكم نواحي مختلفة من خراسان وما وراء النهر. وكانت أول خطوة كبيرة إن السمنيين يدخلوا التاريخ. نوح خد سمرقند، وأحمد خد فرغانة، ويحيى خد الشاش، وإلياس خد هراء. كأن العباسيين وزعوا الأرض بينهم عشان يبقوا ولاة باسم الخلافة، لكن في الحقيقة ده كان ميلاد كيان جديد بيحكم نفسه بنفسه. السمنيين في الأول كانوا مجرد حكام محليين تحت جناح بغداد، لكن مع مرور الوقت قوتهم كبرت، ثروتهم زادت، وجيوشهم اتجمعت، ومن ولاة صغار بقوا سادة على إقليم ضخم. ومن هنا بدأت الدولة السمنية تتشكل، واللي هتبقى بعد كده من أهم الممالك الإسلامية في الشرق. بعد ما مسك أبناء سمان نواحيهم كانت البداية شكلها بسيط، لكن اللي حصل بعد كده قلب الموازين. في النص الثاني من القرن التاسع الميلادي الخلافة العباسية ابتدت تضعف، وكل والي محلي بقى عايز يستقل. السمنيين استغلوا اللحظة دي بذكاء. اللي برز منهم كان نصر بن أحمد السماني، وده قدر يوحد الأراضي تحت راية واحدة ويخلي بخارى العاصمة. ومن هنا السمنيين ما بقوش مجرد ولاة، بقوا ملوك. في عهد نصر وابنه إسماعيل بن أحمد السماني الدولة وصلت لقمة مجدها. إسماعيل بالذات كان بطل المرحلة، قائد عسكري عبقري وسياسي محنك، قدر يهزم خصوم كبار زي الطاهريين في خراسان، وكمان اصطدم بالصفاريين وانتصر عليهم. انتصارات إسماعيل فتحت للسمنيين أبواب واسعة سيطروا بيها على خراسان وما وراء النهر وأجزاء من فارس، وبكده بقوا قوة إقليمية كبرى مش مجرد تابع للعباسيين. لكن اللي يميز السمنيين مش بس السيف، إنهم كانوا بيبنوا حضارة. في عهدهم بخارى بقت زي ما بيقول المؤرخين قبلة العلماء والشعراء. المساجد، المدارس، المكتبات كلها اتملت بالعلماء، والشعر الفارسي القديم لقى بيت جديد تحت رعايتهم، لدرجة ان المؤرخين بيقولوا السامانيون احيوا اللغة الفارسية بعدما كانت على وشك الاندثار. الدولة السمنية ما كانتش بس قوة عسكرية، لكن كمان كانت مركز اشعاع حضاري واقتصادي، وده كان سر صعودها السريع: السيف والعلم مع بعض. زي ما قلنا الدولة السمنية ما كانش سر قوتها في السيف، لكن كمان في الإدارة الذكية اللي بنت مؤسسات قوية. إسماعيل بن أحمد اللي كان بطل الصعود عرف إزاي يمسك زمام الحكم، كان بيهتم بالعدل وبيختار ولاته على أساس الكفاءة مش بس النسب، والقضاء كان مستقل نسبيا، والعلماء كان ليهم مكانة كبيرة في البلاط، وكان فيه اهتمام خاص بالفقهاء والأئمة. ده غير إنهم يهتموا بالاقتصاد، شجعوا الزراعة، نظموا الضرائب، وفتحوا أسواق للتجارة. ومن الحاجات اللي تميزوا بيها إنهم اهتموا جدا بالعلم والأدب. بخارى بقت مركز ثقافي كبير، لدرجة إن المؤرخين قالوا عنها: ما رأينا مدينة مثل بخارى اجتمع فيها العلم والفقه والشعر والتجارة. في عهدهم الأدب الفارسي اتولد من جديد. شعراء كبار زي رودكي اللي بيتقال عليه أبو الشعر الفارسي ظهروا تحت رعايتهم، واللغة الفارسية اتبنت من تاني كلغة أدب وعلم جنب اللغة العربية. ده غير إنهم اهتموا بالعمران. بخارى وسمرقند اتزينوا بالمساجد والمدارس والقصور، وتحولوا لمدن حية بتجمع ما بين العلم والتجارة والسياسة. السمنيين قدروا يعملوا مزيج نادر: قوة عسكرية بتحمي الدولة، وإدارة بتنظمها، وحضارة بتخليها منورة. وده اللي خلاهم يبقوا نموذج لدولة مستقرة ومزدهرة في زمن كان مليان اضطرابات. الدولة السمنية ما كانتش تقدر توصل اللي وصلت له من غير السيف.
من أول ما ظهروا الحروب كانت جزء من تكوينهم. أبرز معاركهم كانت ضد الصفاريين، القوة اللي كانت مهيمنة على خراسان. إسماعيل بن أحمد السماني واجههم في معركة فاصلة في سنة 900 ميلادية وانتصر عليهم انتصار ساحق. المؤرخين بيقولوا إن إسماعيل أسر قائدهم عمرو بن الليث الصفاري بنفسه، واللحظة دي كانت إعلان إن السمانيين بقوا القوة الأولى في خراسان. كمان اصطدموا بالعباسيين أحيانا، رغم إنهم كانوا تحت راية بغداد في الظاهر، إلا إنهم كانوا شبه مستقلين، فكان لازم يثبتوا دايما إنهم قوة يحسب لها حساب، مش مجرد تابع مطيع. إنما أخطر مواجهتهم كانت مع القبائل التركية على حدود ما وراء النهر. السامانيين كانوا شايفين إنهم حماة الإسلام هناك، فكانوا بيطلعوا بحملات جهادية مستمرة ضد القبائل الوثنية. الحملات دي جابت مجد وصيت عظيم للدولة لكن في نفس الوقت استنزفت الجيش والمال. المعارك دي كلها خلت السامانيين في نظر الناس سادة السيف وحماة الشرق الإسلامي، لكن الحقيقة إن الدماء الكتيرة اللي سالت على حدودهم زرعت بذور ضعف هتظهر بعد سنين. بعد ما وصلت الدولة السامانية لقمة قوتها في عهد إسماعيل وأولاده، بدأت أول علامات الوهن تظهر. المشكلة ما كانتش من بره بس، لكن من جوه كمان. أول شرخ كبير كان الصراعات الداخلية على الحكم. بعد وفاة إسماعيل وأولاده ورث العرش أمراء أقل حزم وأضعف شخصية. ابتدى كل واحد فيهم ينافس التاني على السلطة، وده فتح باب للانقسامات داخل البيت الساماني نفسه. ده غير إن الوزراء والولاة بقوا أصحاب نفوذ أكبر من الملوك، فكل والي في إقليم كان شايف نفسه قادر يستقل أو يفرض إرادته على العاصمة، وبكده بدأت سلطة بخارى تضعف مع الوقت. ومن الناحية التانية الاقتصاد اللي كان مزدهر بدأ يتأثر. الحروب الكتيرة اللي اتكلمنا عليها استنزفت خزائن الدولة، والضرائب اللي كانت بتيجي من الأقاليم بقت أقل بسبب الفساد وسوء الإدارة. لكن الخطر الأكبر من ده كله ما كانش من جوه، كان جاي من بره. في الشرق ظهر قوة جديدة اسمها القرخانيين، قبائل تركية طموحة بتكبر قوتها بسرعة وبتبص بعين الطمع إلى ما وراء النهر. وفي الغرب الغزنويين، قوة عسكرية ناشئة في خراسان بقيادة سبكتكين وابنه محمود الغزنوي. كأن السامانيين اتحصروا بين كماشتين، القرخانيين من الشرق والغزنويين من الغرب، وهم نفسهم مشغولين بخلافتهم الداخلية. فالسامانيين اللي بنوا مجدهم بالسيف والعلم بقوا دلوقتي في مواجهة قوة ناشئة أشد طموح منهم، ومن هنا بدأت مرحلة جديدة، مرحلة التراجع والانهيار البطيء. في آخر أيام القرن العاشر الميلادي كانت الدولة السامانية زي البنيان اللي ظهر قوي من بره، لكن جواها تشققات عميقة. الأمراء بيتخانقوا على الحكم، والوزراء بيحاولوا يسيطروا على القرار أكثر من الملوك، والجيش اللي كان يوما ما مهاب بقى ضعيف ومفتت. وسط الانقسام برز خصمين مرعبين على حدود الدولة، القرخانيين والغزنويين. السامانيين حاولوا يقاوموا لكنهم وقعوا في فخ الانقسامات. بعض الولاة اتحالفوا سرا مع القرخانيين، والبعض التاني استنجد بالغزنويين ضد أبناء بلده. فالخيانة من جوه كانت أفتك بكتير من سيوف العدو. وفي سنة 999 ميلادية حصلت اللحظة اللي ما انساهاش التاريخ. القرخانيين جهزوا جيش ضخم ودخلوا بخارى عاصمة السامانيين، المدينة اللي كانت منارة العلم والشعر القرن كامل، وللمؤرخين وصفوها إنها قبلة العلماء والشعراء، انهارت تحت وقع السيوف. القصور اتنهبت، المكتبات اللي كانت عامرة بالكتب اتحرقت واتفرقت، والعلماء اللي كانوا بيملوا المجالس اتشردوا. انتهى عهد دولة كانت بتفتخر إنها راعية الحضارة، وبقت بخارى في يد الغزاة. أما السامانيين فمحاولاتهم لإحياء الدولة بعد سقوط العاصمة فشلت، ومرائهم اتشتتوا، بعضهم وقع في الأسر والبعض التاني هرب، لكن من غير جيش ولا مال ما كانش فيه أي أمل. وبسقوط بخارى انتهت قصة السامانيين زي شعلة عظيمة نورت لقرن من الزمن، لكنها اتطفت فجأة وسط رياح الغدر والصراعات. برغم من ان السامانيين وقعوا تحت سيوف القرخانيين والغزنويين، لكن الحقيقة ان سقوطهم ما مسحش اثرهم. الدولة دي سابت تراث اكبر بكتير من مجرد حدود على الخريطة. اول واهم حاجة كانت اللغة الفارسية. في وقت كان في خطر انها تختفي قدام العربية، السامانيين احتضنوها ورعوها. في بارتهم ظهر رودكي، شاعر بيتقال عليه ابو الشعر الفارسي، ومن خلاله الادب الفارسي اخذ نفسه الاول، وبعد كده بقى من اعظم الاداب. يعني لو ما كانش فيه سامانيين يمكن ما كانش فيه ادب فارسي بالشكل اللي نعرفه النهارده. تاني حاجة العلم. بخارى وسمرقند في عصرهم كانت زي جامعات مفتوحة، العلماء من كل مكان كانوا بييجوا يقعدوا هناك في الفقه والتفسير والحديث. ومن أبرزهم مين؟ الإمام البخاري اللي اسمه ارتبط باسم المدينة نفسها. المدارس والمكتبات اللي بنوها فضلت منارات حتى بعد ما وقعت الدولة. ثالثا النموذج السياسي. السامانيين كانوا مثال لدولة محلية بتقدر توازن ما بين الولاء للخلافة العباسية وبين الاستقلال الفعلي. هما فضلوا يذكروا اسم الخليفة على المنابر، لكن في الواقع كانوا بيحكموا كدولة كاملة السيادة. النموذج ده اتكرر بعد كده مع دول كتير في الشرق الإسلامي. ورابعا العمران والتجارة. بخارى وسمرقند ما كانوش بس مدن علم، لكن كمان كانوا عقدة طرق التجارة ما بين الصين والشرق الإسلامي.
فالقوافل اللي كانت بتمشي بطول طريق الحرير كانت بتدخل من خراسان وتخرج من بخارى محمله بالحرير والتوابل والاحجار الكريمه. فالحل الاقتصادي عملوها فضل اثرها حتى بعد ما الدوله وقعت. السامانيين رغم سقوط دولتهم فضلوا علامة فارقة، هما الجسر اللي وصل ما بين التراث العربي الإسلامي والثقافة الفارسية وبين السياسة العسكرية والنهضة العلمية. فحتى لو بخارى وقعت سنة 999 ميلادية فنور السامانيين ما انطفاش، اتنقل للغزنويين والخوارزميين وبعدهم للمغول والتيموريين، واللي بدأوه كإمارة صغيرة فيما وراء النهر فضل أثره ممتد لحد النهاردة في العلم، الأدب والذاكرة الإسلامية. الدولة السامانية طلعت من بيت فريسة صغير ووصلت انها تبقى من اعظم ممالك الاسلام في الشرق، اسست حضاره دعمت العلم والادب وبنت مدن بقت منارات للتاريخ. لكن في النهايه زي ما كل الدول بتيجي وتروح انهارت تحت سيوف القرخانيين والغزنويين، ومع ذلك ما راحش اثرها. لسه اشعارات بتتقال، ولسه بخارى وسمرقند بتتذكر كعواصم للعلم، ولسه البخاري واحد من الائمه اللي بيتبعوها المسلمين، ولسه التجربه السياسيه بتاعتهم بيدرسها المؤرخين لحد النهارده. بس السؤال اللي لسه بيدور، يا ترى لو ما كانش السامانيين انهزموا هل كانت حضارتهم هتسبق غيرها وتغير شكل التاريخ الاسلامي كله؟ وهل سقوط الدول دايما سببه العدو من بره ولا الخيانه والضعف بيجوا من جوه؟ كان معاكم ادهم امين، ودي حدوته قبل النوم. تصبحوا على خير.